في مباراة لا تقبل القسمة على 2 ولكن تقبل القسمة على 3 عادي. الأهلي الجريح يحاول إضحاك جماهيره أو إضحاك جماهير الزمالك أيهما أقرب سنرى. هستغل المباراة للأهلي وأحكي لكم موقف مرتضى منصور لما الكهرباء قطعت في المؤتمر الأخير. قال حد يشوف كهرباء، قالوا له راح الزمالك. توتر وتعصب وهدي بالعافية، اتوضى وقام يصلي العشاء. إيه يا إخوانا مفيش إمام؟ ردوا عليه راح الزمالك. لو سمحت ممنوع اللمس في حاجة اسمها بوج. واو، تهويشه من سطرانه وكريستو يركنها في مكانها الطبيعي. تحضير ملوش لازمه من فريق السيتي، قصد الاهلي. المعلق بيقولك فكرتنا بجاريس بيل، اجاب الفيراري ال 128 يا عم. طاهر ما بيعرفش يمثل، فخري قال له اتعلم يالا الفاول بيتاخد ازاي. ده حسين بيسقي الزرع اللي ورد الدوم مروان اخر مره كان بيجري بلعيبه الاهلي من نص الملعب. واو، تسديده جميله تسكن في سلام. كوره خطيره من الدوم مروان ولكن النطح لم يكن موفق. حاول تاني مروان. مليون زملكاوي وراك، ما تفهمنيش غلط في موضوع وراك عشان دونجا سوء سمعتك. الاهلي لو جاب هدف هيكون يا اما من طاهر او تقريبا من كريستو، والمصري لو جاب هدف هيكون من الضربات الثابته. انا عارف الكره طويله بس اول مره اشوف الكره الفشيخه. الجبهه اليمنى للاهلي ملاحظ ان فيها مشاكل كبيره من يوم ماتش الزمالك وبانت اكتر في مباراه بيراميدز. عيب عليك يد مروان، كيروش كان واخده عشان يلعب بكتفه. حتى بص بيستلم ازاي وهو على الارض. يا انسوا تاخدوا الكوره، ده من لوكاكو مع اختلاف الفخاد. نهايه الشوط الاول والياس الجلاص اللي انا مكسوف اقول اسمه بصراحه ماسك الماتش كويس جدا، والمصري خطير في الكرات الثابته، ويعتبر الاهلي خطورته فرديه. وللاسف المرتدات خطيره جدا، يمكن مشكله على الاهلي والاهلي ضيع كتير. شاف الاستلام، شاف الغرف بقى. انا قدوتي كهربا. الواد حط لك الكره على طبق من ابو 3 بس رافت الهجان ضيعها عشان قدوته محمد شريف. يا طاهر ده انا بقول انت اللي هتجيب الهدف، تكسفني يا اخي، بس برضه رهان عليك. اتفرج على الياس الكره بتطلع ازاي من رجله، بس الاستلام ده لو كان بتاع بن شرقي كان زمانك انت والحارس. بس تغطيه حلوه من المدافع، خطا من جاب بصراحه. انت ازاي بتطلع بايدك اليمين يا اخي؟ ده انت حارس كبير. بس انت كمشجع اهلاوي احكم انت على الكره دي. المهاجمين الاهلاويه هيدخلوا الجنه على جفا المشجعين من كتر الشتايم. يا فخري الباص يابا، عيب عليك، ده انت بتلعب في الاهلي مش بتلعب في شعرك يا جدع، حرام عليك الباص يا ابني، دي هدف. بتمنى الناس اللي بتقول الكره مش واصله تغير رايها. تعالى لا نام شويه، اسم الله عليك، بس دي ضاعت. لا مش مهم، اهم حاجه نومته. مروان هنا اتفاجئ بالكوره، جابت الكوره اتفاجئت ان شاطها، بس انا ما اتفاجئتش لان انا عارف الدو مروان. خطوره المصري من المرتدات واعتمادهم على مروان، بس للاسف الحظ ما كانش معاهم. المعلق بيقول حسين السيد هيرفع الكوره عشان هو اشول هيلفها لجوه. جاب حسين خدع الكل ولفها لبره. مين حسين الفشيخ ناو؟ اول مره في تاريخ الدوري المصري لاعب ينطح لاعبين في كوره واحده، هو ده المعنى الحرفي، عصفورين براس واحده. المخرج شاف المباراه ممله، جاب لنا مباراه اكثر اثاره بين طفلين، وهنا كولر بيفكر نفسه انها 0-0. بس الله صح يا اسطى، انت ما جبتش حسين معاك ولا ما اعرفش والله، بس اتحاد الكوره عمل فيها دكر وتوقف. ما تمشوها يا اسطى فلوس وكده كده مش هيدفع. مروان يعتبر اخطر مهاجم على الاهلي لانهم مش بيعملوا حسابه. ما تنساش لايك وفولو واكسبلور عشان تتابع القادم.